السلام عليكم. يقولون في بدوي مع عياله وعند حلالهم، وداهم كلب كل شوي يغير على الحلال وينابح، قاموا العيال وذبحوا الكلب ورجعوا لابوهم، كان يقول لهم الابو اذبحوا راعي الكلب. قالوا على ما ابونا خرف، شنو نذبح راعي الكلب عشان نعشتي؟ اليوم الثاني نهد على حلالهم كلب ثاني، قاموا وذبحوه ورجعوا لابوهم وقال لهم نفس الكلام، يا عيال اذبحوا راعي الكلب. في اليوم الثالث نهد عليهم كلب ثالث، قاموا وذبحوه ورجعوا لابوهم وقال لهم نفس الكلام، يا عيال اذبحوا راعي الكلب. المهم في اليوم الرابع نهد عليهم كلب رابع، ما ذبحوه، خلوه وتتبعوه ولحقوه لين وصل عند راعيه، قاموا طرحوا راعي الكلب وذبحوه. في اليوم الخامس ما عاد في انباح ولا جاهم كلب ثاني، خلاص راعي الكلاب ومات. هالقصة لأن في حملة نشيطة وواعية تستهدف تبليك أصحاب المحتوى الغرائزي الهابط في السوشيال ميديا، وهي حملة مستحقة وواجبة للأمانة خصوصا بالفترة الأخيرة. وأنا أقول اسمعوا شايبكم خليفة البزيدي، خلوا عنكم الكلاب لأنكم كل ما خلصتوا من كلب بيطلع لكم 1000 كلب وكلبة. خلكم من الكلاب واذبحوا راعي الكلاب. وراعي الكلاب هني هم الشركات الراعية لهم والمنظمة لأنشطتهم واللي تمول محتواهم التبن والهابط. الكلام لازم يوجه للشركات الممولة، لأن هالشركات هي أجبن الكائنات، مجرد ما تحس أن النار بتمسها راح تحذف مشاهير الفلس حذفة الكلب، راح ينقطع التمويل، وإذا اختفى السبب اختفت النتيجة. وأنا هني بخص شركات قطاع العطور، الإخوان والخوات المسؤولين عن قطاع التسويق فيها. مفردة العطر هي شيء مرادف للذوق والأناقة والرقي، انعبوا داركم. شلون تبي تسوق مفاهيم مرتبطة بالذوق والأناقة والرقي من خلال وحدة تترقص بالشارع ولا واحد طالع بالبث بفنيلة وسروال؟ يخرب بيت الذوق اللي تعرفونه واللي تحاولون تفرضونه علينا. ما راح أشم من عطر غير ريحة سلوكهم المعفن ورداءة محتواهم الهابط المستوحى من خلال الرخص والابتذال، وكل هذا برعايتك وتسويقك وتمويلك. والله الربع إن في وحدة مصورة نفسها تمشي وقدامها 6-7 خدامات مساكين، منظر مقزز يمثل الثقافة البهائمية الحيوانية الغرائزية المتكبرة المغرورة اللي ما فيها ذرة احترام لا للإنسان ولا للمجتمع ولا للنفس ولا للذوق ولا للرقي. وتجي أنت يا أبو العطور وتخلي كل هالعفن البهائمي مسوق وصورة لمنتجاتك، وتقوم حضرتك وتمول وتدفع. خلاص الكلام لازم يكون لك دايركت أنت وغيرك من اللي يمولون العفن المشاهيري. نار الوعي المجتمعي المنتفض للدفاع عن قيمه ومبادئه راح تحرقك وتحرق اللي خلفوك. إذا ما تبت وعرفت أن الله حق، وأن قيم المجتمع حق، وأن مبادئ الأفراد حق، توب أبرك لك. مجتمعنا الخليجي اللي فيه السعودية رايحة باتجاه 2030، مجتمعنا الخليجي اللي فيه الإمارات رايحة باتجاه الريادة في قطاع مراكز تخزين البيانات والذكاء الاصطناعي، مجتمعنا اللي فيه قطر قاعدة تقود العالم في الشحن الجوي، مجتمعنا الخليجي الرائد في زراعة قوقعة الأذن وتركيب الأطراف الصناعية وعمليات فصل التوائم وبعمل خيري وبدون مقابل وللعالم كله. مجتمعنا هو مجتمع عبد الرحمن الصميط الكويتي، مجتمعنا مجتمع الشاب البحريني محمد سالم اللي اقتحم مبنى بناية قاعدة تحترق قبل كم سنة وخاطر بحياته عشان ينقذ بشر ما يعرفهم، ويجي من بعده كم سنة السعودي ماهر الدلبحي ويخاطر بنفسه وينقذ الناس من شر حريق الشاعنة داخل محطة البنزين. محمد سالم ما يعرف ماهر، لكن اثنينهم تجمعهم صفة الشجاعة والمرجلة والحمية. لا يا بعد رجلات البث أهل الفنايل والسراويل وتكرمون عنهم. مجتمعنا هو مجتمع فتحية عسيري ومريم المحرزي وسنان الأحمد. ما احنا مجتمع مثالي ولا مجتمع كامل، لكن احنا أكرم وأطهر وأنظف من كم زبالة في السوشيال ميديا يتم تسويقه لنا على أنه مؤثر. عشان كذي عندي كلمة أخيرة مو للتافهين أبدا، ما يستاهلون الكلمة اللي برعاة التفاهة. توب أبرك لك، وبغنيها لك على ألحان عباد الجوهر. جاكم الإعصار ما شيء يعيقه، مجتمعنا اليوم مؤخر عن طريقه. أشوفكم على خير.